مطر في الاستوديو الثاني حتى تبدأ طبعا صدام صباح الخير من خلال الاستديو الثاني مع صديقنا جيريوس. نعم طبعا مشاهدينا ومن خلال برنامجكم صباح الخير يا وطن حبينا ان نزيد لكم فقرات، وكانت واليوم معنا فقره مع صديقنا جيريوس من بلو بالون. كيفك جيريوس؟ تمام. كيف اصبحت؟ صباح الخير. طبعا جيريوس البالون اللي تعودنا عليه هو بالون تقليدي احنا بيستخدموه الاولاد الصغار ليلعبوا فيه، ولكن جيريوس استخدم البالون من بلو بالون بطرق جديده وعصريه ولتكون هديه. مزبوط. اوكي، اليوم جيريوس شو راح تخبرنا هلا اساسا بدنا ناخذ فكره عامه عن البلالين. نعم. هي بنوصلها لجميع المناسبات، نعم. مش لاولاد الصغار بس، للكبار، للاعمار الكبيره، للسن ال20 للسن ال18. فيك تحتفلي باي مناسبه تاخذي بالون، تاخذي معها هديه صغيره من البالون، مع زائد الهديه اللي بدك اياها، بيرثدي بوي، المواليد الجديده بالمستشفيات، التخريج الجامعات. نعم. تشكيله كبيره من البلالين طورناها وعملناها مناسبات شغلات زي. نعم، اليوم رح نعمل هديه. هلا هون معنا بلالين هيك على الطاوله، مثلا فينا نسوي لبوي نعم مولود جديد بتكون من ولد او بنت. اذا بكون ولد مثلا بكون الوان البالون نعم. بالازرق والابيض، بكون البنت بتكون بالابيض والبينك. نعم. بنعمل شكل ارينجمنت هو بيميز مع البلالين الهيليوم، بكون مكتوب اتس بوي او اتس جير. نعم. بيبين الشكل انه هذا مولود جديد، مباركه للمستشفيات اللي بتولدوا. يلا خلينا نخبر المشاهدين كيف ممكن نحصل على عن طريق البلالين هديه حلوه وكبيره. طبعا هذا بالون كبير بنربطه زي عم نعمل إشي للولد لانه عم تستخدم بالضبط اللون الازرق. اللون الازرق ما بدي بدنا للبوي. بينك يعني بصير بينك. نقلبه بينك. مثلا اذا في نفس الشكل يطلع توينز، اذا كانت مولود بيبي بنت او ولد. بالضبط، والده بوي وبنت وولد، نقدر نعمله ميكس، يكون ازرق وابيض ويكون بينك وابيض، بصير ميكس، ببين انه هاي مولود للتوأم. نعم. طبعا اول شكل بنعمله زي هيك. اوكي. بعدين بناخذ الازرق برضه كمان واحد بينك. طبعا ليش؟ طبعا انت متمكن جيريوس بتاخذ معك يعني ثواني، انا لو اعملها بتاخذ معي ساعه. لا مثلا لو تتدرب عليها ساعتين، تقعدي ساعتين عم يفاخ زي هيك بنفس الوقت، بصير معك تكون معك ايزي. نعم. يعني بتكون معك الطريقه كثير سهله مع الممارسه، بتصفي انه ما بتخافي منه. والبالون يعني اذا خفتي منه رح يفقع بايدك. طبعا اذا ما خفتي منه عادي رح يضل عادي، ما راح يفقع. هلا في كثير ناس بتخاف مثلا من البلالين. اوكي. نعم. بتلاقيها هي عم تمسكه او عم تسوي شكل فيه او عم تعمل شيء، بتكون ايدها بترج او خايفه، فبتشحن موجات كهربائيه للبالون فبيفقع البالون. حلوه هالمعلومه. هلا فينا نحط هذا كمان هيك، نربط هذا مع هيك. صارت هي هدية عصرية كثير الناس بيستخدموها، يعني أنا بدخل على المستشفى مثلا بتكون هلا كل المستشفيات بتكون كلها بالون يعني بالضبط. بتلاقي كثير بلالين، بتلاقي طريقة تزيين البلالين بطريقة كثير حلوة. أكيد طبعا، لأنه البهجة هي اللي نعم. تفرح الناس الكبار والصغار، حتى البيبي بس يجي بباركوا للناس لما بتولد، بيعبوا لها الغرفه كلياتها بالون، انه لما يجوا الناس يزوروها يشوفوا البالون فبكون كثير حلو، بهجه انه في شيء جديد صار. طبعا هذا بالون مي بنعبيه. نعم عشان تكون وزن. بالضبط، بنحطه تحت دائما عشان يكون يكون وزن، عشان لما تحطيه على الارض ما يصير مع الهواء يروح يمين وشمال او شيء زي هيك. بكون احنا عملنا زي هيك. كمان جيريوس مش بس بيستخدموا البلالين لسيدة والدة، أيضا دخلت على جامعات، على حفلات، على إيفنتات بحطوا البلالين، يعني صار إشي رئيسي البالون. هلا بالجامعات بيستعملوه للتخريج، للمناسبات. نعم. مثلا نشاطات الجامعات
نشاطات الجامعات اذا بيكون مثلا في مباراه، نشاطات التوزيع، يوم توظيف العالمي للجامعات. هذا البالون كيف بيصير هيك جيريس؟ هو هيك؟ لا هذا احنا بننفخه. نعم. فبيستعملوا حتى التخريج المدارس، بنوع المدارس الله. بيستعملوا كل البلالين 2014 2015 لما بدهم يتخرجوا. طبعا جيريس من بلو بالون رح تكون موجود معنا كل خميس بحلقة جديدة نعطي المشاهدين أكثر فكرة عن البلالين وعالم البلالين. تشرفنا جيريس. هلا هذا البالون تعملي زي ربطة هون اوكي، عشان هذا الشكل تحطيه. عشان ما ينضغط البلالين على البلالين، بتعملي من البالون كمان ربطة بصير عندك هذا الشكل. حلو من هون. كثير. ونستعمل البالون الهيليوم. هاي الهدية إلي جيريس؟ إلي هاي الهدية؟ هاي إلك أكيد. استعملي هذا مثلا البينك، مثلا فيك تحطيه على الازرق، فيك تحطيه على الابيض لانه دارج بينك نعم. وابيض هو. انا بحطه على الابيض مثلا هون. بصفي عندك زي هيك، بتاخذ كمان واحد. ناخذ بلو. هلا عادة البوي زي ما انت شايفه بيجي مكتوب عليه اتس ا بوي، والبينك مكتوب عليه كمان اتس ا جير. هلا هاي الشكل فيهم يستعملوه مش بس مثلا توينز او بوي او جير، فيهم يستعملوه مثلا بيردي، نفس الشكل يكون بيردي. عشان نفرجي المشاهدين من خلال كاميراتنا الموجودة. كمان يعني نفس هذا الشكل. كمان هذا الشكل بزبط مثلا يكون عيد ميلاد. نعم. مناسبة عيد ميلاد، صحيح. مناسبة الجواز. نعم. الخطبة مثلا، التخريج، الأعراس، الشفاء العاجل مثلا. في يكون اي شيء، يعني مش بس انه بوي وغير، بس بتغير اللون وبتغير كلمات، بدل ما يكون مكتوب هون اتس ا جير بيكون مكتوب مثلا هابي بيرثدي او جيت ويل او كونجراتش. طبعا زي ما شايفين المشاهدين هدية كثير حلوة. اخذت مع جيريس بس ناخذ دقيقتين ولا 3 دقائق جيريس؟ هلا بتاخذ من 3 دقائق ل 4 دقائق مثلا. يمكن يكون اشكال اكبر من هيك، تاخذ ممكن معنا نحط عليها دبدوب، ممكن نحط عليها هدية بدها اي تكتبي عليها كارد، تكتبي عليها، بتحطي عليها دب مثلا، تحطي عليها وردة كمان، تعملي وردة من مثلا من البالون تحطيها عليها. هاي واحد. لا بدي هدول. هلا هذا عشان المنظر اللي هو هون. بدنا كمان الثاني مثلا. لازم يعذبني جيريس. طبعا عشان تتعلمي، عشان بكره يصير عندك تيجي تسوي البالون وفيش منه يصير عندك خبره. اوكي. اوكي. طبعا زي ما شافوا المشاهدين هدية كثير حلوة واخذت معاه بدقيقتين بس لجيريس. طبعا جيريس رح تكون موجود معنا كل خميس. انت بحب احكي للمشاهدين جيريس رح يكون معنا بكل خميس بحلقة جديدة لنحكي عن البلالين ويقدم لنا هدية او يقدم لنا تنسيقة من البلالين. نشكرك جيريس لتواجدك معنا من خلال برنامج صباح الخير يا وطن، ورح استناك بالحلقات الجديدة. برجع لزميلي صدام على الاستديو. صدام سامعني؟ سامعك ساندي، وبشكر كثير، بشكر ضيفك طبعا عن الفقره الجميله اللي كنت حابه اسالك شو رايك بالبالون؟ اي بالون فيهم؟ البالون التنسيق اللي عمل لنا اياها هو حلو كثير، هو ابداع كمان، يعني هي مرحله ايضا فنيه. بشكركم طبعا وبشكر ضيفك الكريم، وان شاء الله انه كل حلقه تقدموا لنا شيء جميل عبر برنامج صباح الخير يا وطن. شكرا. صباح الخير لكم. شكرا صدام.